السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي وصفة وأكلة مع منار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بنعمل لكم وصفة جديدة، هي وصفة كعك العيد الفلسطيني أو كعك الأساور. إن شاء الله يا رب تنال إعجابكم وتجربوه، وإن شاء الله يكون عيد سعيد علينا وعليكم بإذن الله. طبعا أنا يا خواتي بدي أعمل كعك العيد إن شاء الله بالكوباية بالدعاير، وممكن أحكي لكم يعني قديش بتكلف من الكيلوات. طبعا انا بدي اعمل كعك بالسميد وكعك بالطحين يعني مع بعض، بديش اعمل كعك بالطحين لحال، لان طبعا بالسميد بيكون هش اكتر. الطريقه اللي عندي انا يا جماعه او طريقتي المعتمده هي عباره عن كيلو من الطحين ما يقابلها من نص كيلو من السميد. كيلو طحين يا خواتي تقريبا من المجات اللي زي هذه بياخد حوالي 8 كوبايات، 8 مجات من المجات هذه كيلو طحين. بدك تعرفي قديش معيار السميد اللي هو نص كيلو، تقريبا 3 أو 3.5 للنص كيلو. 3.5 مج زي هذا من السميد، 3 أو 3.5 مج للنص كيلو سميد، و8 كاسات أو مجات من هذه من الطحين. الحين هنبدأ يا خواتي. طبعا احنا مش هنعمله الحين، أنا الحين في النهار يعني تقريبا بعد الظهر. أنا الحين بدي أبثه معاكم بالسمنة وبالسيرش، وطبعا بعد الفطرة إن شاء الله هنعمله مع بعض. الحين بدنا نبدأ إن احنا ننخل الطحين يا خواتي. بسم الله. نعاير 8 كوبايات من الطحين. هذا الكعك الفلسطيني معتمد اللي ان شاء الله انا دايما بعمله كل سنه. نبدا ان احنا ننخل الطحين خواتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي اول كاسه والثانيه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هكمل تنخيل يا خواتي وارجع لكم. الحين يا خواتي احنا هنا نخلنا الطحين، نضيف الحمد لله من الشوائب فيش فيه ولا حاجه. هنبدا ان احنا ننزل عليه السميد اللي هو عباره عن 3 سميد قمح، 3.5 من المجات. بسم الله. اللي حابه تنخليه نخليه، إذا مش حابه خالص يعني إذا واثقه فيه يعني. 1 2 3 ونص، هيك تقريبا نص كيلو من السميد. برضه هنخلهم يا اختي كويس. ما شاء الله نضيف. طبعا يا اختي مش هننسى ذرة الملح، نحط عليه ذرة من الملح. نقلب الخليط منيح يا خواتي عشان الملح يدخل في الطحين وفي السميد مع بعض. ما شاء الله يعني هذه الكمية فيها بركة. انا ما كترتش بصراحة، بس عشان افرجيكم كيف انا بعمل الكعك كل سنة. طبعا نحطه على جنب يا خواتي، وهبدأ افرجيكم طريقة الادام او السمنة او السيرج ايش معيارهم وقديش تحطي وقتيش نحطه. كمية الادام يا اختي او كمية الزيوت اللي بدنا نحطها عليها، المج الاسود اللي شفتوه قبل شوي اللي فرجتكم اياه اللي عيرنا فيه السميد والطحين، عيرنا فيه كوبايتين من السمنة، وبدنا نعاير فيه كوباية من السيرج او الزيت النباتي. اذا انت يا اختي حابة ان انت تحطي كوباية ونص من السمنة وكوباية ونص من السيرج حطي، بس ما تحطيش سيرج لحال. بصراحة السيرج ما بيعملش طعم للكعك. انا استخدمت سمنة صبحة لانها صفرة كتير وبتعطي للكعك لون حلو، يا ريت تستخدموه. هيني انا يا اختي حطيت من نفس المعيار كاسة من السيرج. هنبدا ان احنا نحطه مع النار يا اختي، بس بديش اياها تقدح، بديش السيرج او السمنه مع بعض يقدحوا ويغلوا، انا بدي اياهم يدفوا دفا وبعدين بننزلهم. هنا يا خواتي بدنا نجرب الطحين في السمنه.
هي ما قدحش معناته دافي، ما قدحش معناته دافي، يبقى هذا ايش درجة الحرارة اللي بدنا اياها. هنبدأ ان احنا ننزل على السميد والطحين بالسمنة والسيرج اللي احنا سيحناهم مع بعض. بسم الله بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صراحة اول ما السمنة تنحط على الطحين والسميد سبحان الله اعرف انه البيت بنعمل فيه كعك، تحسي باجواء حلوة، اجواء العيد. ان شاء الله يا رب تنعاد علينا وعليكم بكل خير يا رب، كل طمأنينة وكل حب. حرر الأقصى بإذن الله، إن شاء الله يا رب ربنا يحرر الأقصى يا رب بإذن الله. نحرك. طبعا هي يعني أكيد سخنة، يعني مش إنه يعني دافية وبس، يعني سخنة شوية، فمش هقدر إني أنا أحركها بإيدي الحين. زي ما أنت شايفة ضلني أحرك بالمعلقة الخشب، تحطيش معلقة ألمنيوم، معلقة خشب أحسن لك. ولما تحسي إنه الطحين برد ابدي إن أنت تشتغلي بإيديكي، حطه كله مرة واحدة. بسم الله ما شاء الله على لونه. تبارك الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا يا جماعه انا بدي اقول لكم ايش اللي بده يصير الحين. اللي بده يصير ان انا طبعا بدي ابسه معاكم شويه لما يبرد، بعدين اقوم اشوف شغلي في البيت، اقوم اخرط الملوخيه واشوف ايش في علي كمان. ان شاء الله بنرجع لكم بعد الفطره عشان نعمله مع بعض، ان شاء الله بيطلع اطيب واذكى كعك فلسطيني باذن الله. واعمل لكم كمان اشكال حلوه منه، يعني مش على قد الكعك يعني، يعني هو اساور مدور بس هنشكل ان شاء الله شويه فيه عشان الواحد يحس بالتجديد. حين انا حاسه ان هو بارد بدي ابدا ان انا افركه بايديا عشان يعني اضمن ان كل الادام وصل للطحين وللسميد مع بعض. طريقة فرك الطحين والسميد مع بعض يا خواتي كالتالي: مسكي شوية شوية بإيديكي، فركي زي هيك، وجيبي من تحت على فوق. كل ما فركتي أكتر يا أختي تطلع حبة المعمول أحلى، بتزبط معاكي الوصفة. طبعا يا خواتي زي ما انتوا شايفين ايش أنا بعمل، شايفين بطلع الأبيض لتحت لفوق عشان يتغلف بكل السمنة والسيرج اللي حطيناه. الحين يا خواتي زي ما انتوا شايفين هيك خلص يا خواتي، واكيد انا هشتغل فيه اكتر من هيك، بس ان شاء الله بنرجع لكم لما نيجي نعمله. الحين يا خواتي بدنا نعمل حوايج العجوة. بدنا نحوج العجوة بالبهارات تبعتها اللي بتعطيها طعم ونكهة زاكية. في عندي بنات من كيلو ونص او كيلو وربع من العجوة. المقدار اللي حكيت لكم عنه اللي هو كيلو ونص سميد مع طحين بده من كيلو وربع لكيلو ونص من العجوة، بدناش اقل من هيك عشان تطلع حبة الكعك فيها عجوة كتير وطعمها زاكي. كيلو ونص يا خواتي من العجوة بدي احط عليها زي ما انتم شايفين معلقتين من السمسم، معلقتين من السمسم، نص معلقة من القرفة، ونص معلقة من بهار او من حوايج الكعك. كمان مرة معلقتين سمسم، نص معلقة قرفة، نص معلقة من بهار او حوايج الكعك ونحط عليه. حين نبدأ ننزل عليهم معلقة واحدة من السيرج عشان تسهل علينا عملية الدعك، او من الزيت النباتي معلقة واحدة. بردك يا خواتي معلقة من المية، المية بتسهل بردك انه العجوة تكون طرية، بتسهل علينا. معلقة واحدة من المية. الحين يا خواتي هنبدأ نعجن ونعملها أصابع، تابعوني.
الحين يا خواتي بدي ابدا اعجن فيها. طبعا مش الحين هشكلها عشان ما تسيحش على بعض، لان انا حكيت لكم ان انا ان شاء الله بعد الافطار بدي ابدا اشتغل فيها. هنعجنها عجنه كويسه. بسم الله. نخلي كل المقادير تتخلط مع بعض مع العجوه، السمسم ودقه الكعك والقرفه والسيرج والميه، كله يتجانس مع بعضه. طبعا انا هفرجيكم يا خواتي كيف نعمل شكل كوره او شكل اسطوانه على هوا اللي بيريحكم. وطبعا زي ما قلت لكم مش هشكل الحين عشان ما يلزقش في بعضه ويسيح على بعضه ان شاء الله بعد الافطار. اذا حابه يا اختي تشكلي هيك، اذا حابه يا اختي تشكلي هيك شكل اسطواني عشان تحطيه في حبه قطعه العجين زي هيك. وفي ناس كوروها كور، الشكل اللي بدك اياه اعمليه، المهم كله بدخل جوا حبه العجين، جوا حبه الكعك. الحين هخليها في الثلاجه شويه ترتاح، وبعد هيك هشكلها. ورجعت لكم تاني خواتي، اهلا وسهلا فيكم. طبعا انا قلت لكم ان انا بدي، كان تقريبا الساعه 2 او الساعه 2:30 امبارح العصر، قلت لكم بعد الفطره ان شاء الله بدي اعمله. طبعا انا ما عملتوش. انتوا عارفين عندنا في قطاع غزه كيف الكهرباء، واحنا بنعاني من قصه انقطاع الكهرباء، وما فيش طبعا اضاءه بتكون كافيه ان احنا نكمل فيديوهاتنا. فانا خليته لتاني يوم تقريبا في نفس الوقت، يعني الحين الساعه يمكن 12 او 12 ونص الظهر تقريبا لتاني يوم، يعني تقريبا يوم كامل. فكل ما قعد كل ما كان افضل وكل ما كان لمصلحتنا، وبيطلع الكعك هش ومظبوط. الحين هنبدا نحط المكونات عليه، بس اول اشي بدي افرجيكم العجوه اللي انا شكلتها. هي يا خواتي العجوه اللي انا شكلتها بالشكل هذا. حابه تعمليها مدور، حابه تعمليها اصابع، بس اصابع بتكون اسهل الك. هذه العجوه زي ما قلت لكم احنا ايش حطينا عليها، حطينا عليها دقه كعك تقريبا معلقه، حطينا عليها قرفه، وحطينا كل المقادير ان شاء الله راح تنزل، بس انا بدي اقول لك يعني ايش اللي حطينا عليها. دقه كعك وقرفه، وحطينا عليها سمسم، وحطينا عليها معلقه ميه ومعلقه سيرج للعجن عشان يطرى. الحين يا جماعه بدي احكي لكم ايش بدي احط عليه. باقي المكونات ان شاء الله بدي انزل عليهم الحين. اول اشي في عندنا نص كوبايه من السمسم، هذه الكوبايه اللي عيرنا فيها الطحين والسميد، تقريبا زي هالكوبايه في الشكل، بس انا ما عنديش غير واحده بس من المج هذاك. في عندي نص بردك من كلفه الكعك او دقه الكعك. في عندي معلقتين من حبه البركه او القزحه زي ما بيقولوا. في عندي نص معلقه من المحلب. اذا حابه انت يا اختي تزودي ينسون، تزودي شمر، تزودي الحاجات هذه بيرجع لك، بس انا بعرف انه دقه الكعك بيكون موجود عليها كل حاجه. وانا يا خواتي انه عشاق ان انا احط على كل منتجاتي للكعك بحب احط عليها ميه زهر، يعني طبعا غير ميه اليانسون بحب احط ميه زهر. في عندي فنجان صغير من ميه الزهر او ميه الورد، تعمل له ريحه وطعم كتير زاكي. الحين انا يا خواتي جبت ينسون مغلي، ينسون وغليته تقريبا. في عندي مج او كوبايه. اليانسون هذا بدي احط عليه، طبعا صفيته، وبدي احط عليه كوبايه او مج من السكر. حابه يكون الكعك احلى من هيك حطي كوبايه ونص، بس كوبايه كويس. ليش؟ لانه الكعك من جوا اشي في عجوه، والعجوه اكيد حلوه. بنضل نحرك كويس لحد ما يدوب السكر. طبعا يا خواتي انا في عندي باكيتين من البيكنج باودر وباكيتين من الفانيليا. كل وزن لباكيت البيكنج باودر وزنه تقريبا 8 جرام، يعني عندي 16 جرام من الفانيليا و16 جرام من البيكنج باودر.
الاثنين نفس الشركة ونفس الوزن. الحين حطينا 2 بيكنج باودر، نحط 2 من الفانيليا، يعني 16 جرام فانيليا و16 جرام من البيكنج باودر. طبعا يا خواتي قبل ما نبدأ في العجن او وضع اليانسون بدي افرجيكم حاجة. في عندي ربع كوباية من المية العادية، مية دافية، بحط عليها رشة من السكر. هي طبعا الحركة هذه تعمل على تخمير الكعك، هذه اللي هنقيس فيها درجة تخمير الكعك. وعلى طرف المعلقة الكبيرة، على طرف المعلقة في عندي خميرة، يعني ربع معلقة كبيرة خميرة مع نص معلقة سكر تقريبا. وبنضلنا نحرك كويس، طبعا يا جماعة الخميرة مع السكر بيعملوا على ايش؟ على انه الكعك من جوا يكون مفرغ وهش، مش يكون مكتوم. بدي اضيفها على العجنة. وبالنسبة يا جماعة للسكر اللي حكيت لكم عنه مع اليانسون، منه بيعطي حلاوة، يعني بيعطي حلاوة طعم حلو، ومنه بيعطي كمان طعم اليانسون، يعني طعمه كتير حلو اليانسون. بحبش اعجن انا بمية، بحب اعجن بمية اليانسون. ومنه كمان بيدي للكعك اللون الذهبي الحلو. السكر بيدي للكعك اللون الذهبي الحلو. الحين هنبدأ بالعجن يا جماعة. الحين انا هبدأ يا خواتي العجن شوية شوية بمية اليانسون. بسم الله. اذا احتجتي كمان مية ينسون، يا بيكون زايد عندك مية ينسون بتعجني فيها، يا اما بتحطي مية عادي او بتغلي ينسون من غير سكر يعني شوية. نضلنا نفرك يا خواتي زي هيك، زي ما انتم شايفين. ليش نكتر في اولها؟ عشان ما يطلعش العجنة طرية. شوية شوية، كل اشي بده صبر. شايفة كيف يا اختي تبي تفتحي في الحبات شوية شوية زي هيك. المرحلة الجاية هي مرحلة العجن، اما الحين هي مرحلة البس. احنا الحين قاعدين بنبس فيه كأنه تقريبا زي المفتول. شايفين كيف يا خواتي؟ كل ما بستيه اكتر كل ما كان طلع احسن واطرى. المرحلة الجاية يا خواتي هي مرحلة العجن، وهي اللي نبدأ فيها. بسم الله. عجني زي هيك يا اختي، كأنك بتعجني عجين. كل ما تحسي انه يحتاج مية تحطي، او مية ينسون. خليك اعجني يا اختي زي هيك. طبعا هي مبين عليها لسه محتاجة. برضك يا اختي وانتي بتعجني زي هيك بتشوفي، شايفه كيف لسه يحتاج سوائل. طبعا انا في عندي كمان شويه ينسون، هيني بدي ابدا احطهم. وبهيك يا خواتي صارت عجينتنا جاهزه للتشكيل. طبعا بدي اقول لكم ملحوظه، يعني في ناس بتحب تحط حليب ناشف اللي هو الحليب البودر، بس انا ما بحبش احط. بيقولوا انه الحليب يعني البودر بيعطيه تحميره حلوه، بس انا يعني بكتفي بالسكر المغلي مع اليانسون. في حاجه تانية يا خواتي، انك ما تكتريش ميه وانت بتعجني، لان الميه بتعمل على تنشيف الكعك وبتخليه معضم. الحين انا يا اختي بدي طلعي كيف، يعني انا بدي افرجيك برضك ايش انا عملت. حاولي تلمي لم، تعجنيش عجن كتير، لم بس هيك. الكعك بينعجنش كتير زي العجين.
يعني اول اشي بتعجنيه العجنه الخفيفه اللي حكيت لكم عنها، بعدك بتصيري ايش، تلمي لم، دخليه على بعضه زي هيك. زي ما انت شايفه يا اختي، بخليه يرتاح 10 دقايق بعدين بدي ابدا في التشكيل. الحين يا خواتي هينا شكلنا الكور، شايفه كيف حجم الكور المطلوب، هذا هو الحجم المطلوب عشان نحصل على حبه تكون حلوه. الحين نبدا نشكل معاكم 3 اشكال، من كل شكل بدنا نعمل حبتين معاكم. طبعا بنجيب الكوره زي هيك، بنلفها على اي شيء. شايفين كيف العجينه ما شاء الله، شايفين كيف العجينه فيش فيها اي تشققات ما شاء الله عليها، مش محتاجه ميه ولا محتاجه حاجه. هذا هو الكعك الفلسطيني، كعك الاساور الفلسطيني. نخبط عليها زي هيك، نبدا ان احنا نجيب العجوه وبنسكر من هنا ومن هنا زي ما انتم شايفات يا خواتي. خواتي الفلسطينيات او غير الفلسطينيات اللي بيحبوا يقلدوا الكعك الفلسطيني، يكون لنا الشرف ان انتم تقلدوه. بسم الله ما شاء الله، عجينه رائعه جدا. كل ما حسيتي يا اختي العجينه وانت بتعجني فيها انها بتفك منك، زودي ميه. بسم الله ما شاء الله، هذا هو الشكل المألوف لكعك الأساور الفلسطيني. حاولي ان الطرفين يكونوا قد بعض. هي هيك طريقة التسكير، طريقة التسكير تبعت الكعك الفلسطيني. طبعا عادي اذا ما دهنتيش الصينية لانه الكعك مليان زيوت بتنزل على الصينية تمنع الالتصاق. زي ما انت شايفة يا اختي، طريقة سهلة فيها سبحان الله متعة وانت بتعمل الكعك الفلسطيني. حاولي هيك تضغطي يا اختي عشان تطلعي كل الهواء اللي جواها، تخليش هواء جوا لان الهواء بيفصل التمر عن العجينة. كل حرص يا اختي زي هيك زي ما انت شايفة، من الحبات كلهم يكونوا قد بعض. بسم الله ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين، تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. برضو بدنا نعمل نفس الشكل بس بطريقة تانية. شوفي يا اختي ايش بدي اسوي. كل عام وانتم بخير يا جماعة، ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بألف خير يا رب، بعيد عن الهم والغم والحزن يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ده كمان شوية. بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله يا رب بناكل احسن كعك. جيبي سكينة يا اختي وبتعملي زي هيك، بتفتحي فتحات خفيفة عشان يبين الكعك معاكي، تبين العجوة، بس طبعا ما تصليش للاخر. شوفي يا اختي طبعا مش هيبين غير بعد الخبز ان شاء الله. نعمل كمان واحدة معاكم عشان تكونوا معايا بكل التفاصيل. انا يا خواتي العجوة هذه الحمد لله ما شاء الله يعني عندي من السنة اللي فاتت، انا عاملاها بايدي. ان شاء الله ان شاء الله لما يجي موسم العجوة، لما يجي موسم العجوة ان شاء الله شهر 10 تقريبا او شهر 11 ان شاء الله بنعملهم مع بعض. لازم تضغطي كويس يا اختي عشان ما تفتحش معاكي، وتحاولي انك تخليها مدوره من جوه زي هيك عشان تطلع شكلها مدور متناسق. طلعي يا اختي، تصيش المنطقه هذه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
طبعا الخبز هيكون على درجة حرارة يا اختي من 190 ل 200. في طريقة كمان للتشكيل يعني عشان الصغار يفرحوا. بتجيبي الحبة العجوة بتعمليها زي هيك وبتدخليها جوا، بتبدي تسكريها زي هيك وبتبدي تدوريها بايديكي زي الكورة وبتضغطي زي هيك يا اختي. حاولي انك تسويها كويس. تعملي 1 2 تصليش للاخر 3 4 يعني بتطلع معاكي زي شكل الوردة. طبعا هي طلعت اول واحدة كبيرة شوية معايا، بس ان شاء الله بتزبط. هي كيف الشكل يا اختي؟ بسم الله ما شاء الله رائع. كنوع من التغيير عشان يحبوه الصغار. وهي شكلهم يا خواتي. هنكمل الكمية وان شاء الله رح نرجع لكم. احنا يا جماعة صار جاهز الحمد لله. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عملنا كمية من الكعك الحمد لله. شوفوا كيف يا بنات، شايفين كيف الاشكال الحلوة. هي كذا شكل، وهي شكل، وهي شكل، وهي كمان شكل، وهي المفاجأة الحلوة اللي هو كعك السمسم. ان شاء الله يا رب ينال اعجابكم يا بنات وتجربوه. بس عندي نصيحه يا حبيباتي قبل ما اختم الفيديو. انتي اذا بدك تعملي كميه من الكعك اصحي تحطيه في كراتين. انا بشوف ناس كتير بتدور على كراتين قبل العيد. خطأ كبير يا بنات ان انت تحطي الكعك في كرتونه. الكرتونه بتمتص كل الزيوت والادام والسمنه اللي فيها كل الفايده وفيها كل الطعم اللي في حبه الكعك، فبتضطر انها تنشف وتصير طعمها مش زاكي. فنصيحه مني ما تحطوش في كراتين. جيبي طنجره كبيره لها غطايه محكمه تبعتها وتضل فيها في مكان انت حابه تحطيها فيها. شوفوا يا خواتي كيف لون الكعك من تحت. هذا اللون قلنا من اليانسون والسكر اللي عملناه مع بعض بدل الحليب البودر. بسم الله ما شاء الله. راح نفتح معاكم واحدة. شوفوا كيف يا بنات ما شاء الله، مليان عجوة من جوا، مش ناقصه اي حاجة. بدوب يا خواتي، دوب دايب جدا. مش قادرة يعني اميز بين الكعك وبين العجوة من كتر ما هو طري. نفتح كمان واحدة معاكم. كعك السمسم. بسم الله ما شاء الله. شوفوا كيف يا خواتي كيف طري، طري جدا. بدوب في الطم دوب. ان شاء الله يا رب تجربوه. ان شاء الله يا رب تنسونيش في الدعم واشتراك بالقناة وجربوها وتعجبكم كتير. تنسونيش بالاشتراك يا جماعة وتشير الفيديو لكل صديقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بألف خير.